اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي للكاتبة المبدعة أميرة محمد، ويلا بينا نبدأ قصتنا. بتبدأ قصتنا مع ستي أمينة اللي كانت بتنادي على كل الموجودين في البيت: يا ولاد، انتوا يا ولاد تعالوا هنا كلكم، انتوا يا ولاد تعالوا. في يا ست كل مالك، هو حد وقع ولا الأكل خلص؟ لا بقول لكم ايه، أنا جعان على الآخر مش قادر. الأكل يخلص ايه بس يا ولا، أنا لسه شايلة اللحمة من على النار. ما تقلقش يا ابني، أنا بس عندي قرار كده وقلت أما أجمعكم عشان أقوله لكم. قرار؟ يا لهوي يا ساتر يا رب، كل ما تقولي قرار بندخل في مشروع جديد وكل مرة مشروع بيفشل. يا ستار يا رب، احمينا يا رب من ست أمينة وأفكارها. مشروع إيه يا أخويا؟ ده رمضان خلاص بدأ أهو، وأنا قررت إن أول 10 أيام كلكم تفطروا هنا. إيه كل يوم؟ ده إيه قرار مفاجئ ده؟ يعني إحنا يوميا هنفطر هنا؟ طب والشغل؟ أنت ناسية بقى أنا بشتغل ولا إيه؟ يا بنتي الشغل مش هيطير، لكن رمضان هو اللي بيجي مرة في السنة، واللمة دي أهم من أي حاجة. أنا موافق طبعا، بس بشرط الأكل يبقى بزيادة شوية عشان حسين بياكل نص صينية لوحده، وأنا بصراحة كده محبش حد يضايقني في الصيام. يا أخي ما تحترم نفسك بقى، أنا باكل على قدي بقى، أنا برضو اللي باكل نص صينية لوحدي؟ هو أنت بتجيب اللي في كفاية ولا إيه؟ على قدك إيه بس يا عمو؟ أنت أكيد تقصد بقى إنك ممكن تاكل صينية المحشي كلها. وأنت مالك أنت؟ روح شوف الدايت بتاعك الأول يا فاشل أنت. دايت إيه؟ إيه ده؟ هو في حد في رمضان يعمل دايت؟ طب أبقى أسمع كلمة دايت منك في رمضان بعد كده يا واد يا سيف، والله يقرصك من ودانك وأزعلك على الآخر. لا يا ستي، أنا بس يعني بخفف الأكل شوية عشان معدتي يعني ما تتلكمش كده بالأكل مرة واحدة، لكن أنا ولا بعمل دايت ولا أي حاجة، كل اللي اتقال إشاعات، أنا والأكل إخوات. بتخفف إيه؟ ده كان بياكل قطايف في البلكونة من شوية، فعلا كل اللي اتقال إشاعات، ده ممكن ياكلنا كلنا دلوقتي. يا بنتي وأنتي ليه بتفضحيني؟ ما تخلي الطبق مستور بقى، فريدة واسكتي بقى عشان سداتك كلها معايا، نخلي الطبق مستور ها؟ بس بقى يا حبايبي رمضان كريم، سيبيه بقى ياكل براحته، بس القطايف بتبقى بعد الأذان مش قبله ها؟ أنا بقول لك هو يا سيف عشان بكرة خلاص أول يوم في الصيام، ما هو مش هتبقى كبير وقد البغل كده وتفطر. طب يا ستي هنعمل ايه بقى النهارده؟ اسمعوا، النهارده هنعمل اختبار، كل واحدة من مرات العيلة هتعمل صنف. يلا يا سعاد يلا يا نهى، شوفوا حالكم بقى. اختبار؟ طب ما كنا نقضيها أي حاجة النهارده وخلاص، وبكرة نبقى نشوف يعني هنعمل ايه، أصل كل الناس مش بيطبخوا قبل اليوم اللي قبل رمضان، ومش عايزة أقولك بقى إنهم بيقضوها قبل رمضان بشهر كمان من غير طبخ وبياكلوا أي حاجة. اختبار؟ يعني ايه اختبار؟ أنا أول مرة أسمع الكلمة دي في حياتي حماتي، لا مؤاخذة يعني بلاش اختبار بقى. لا بقى اختبار يعني لجنة تحكيم، وأنا رئيس اللجنة، كل واحدة فيكم تورينا بقى مهاراتها. لا يا حبيبي أنت هتاكل وهتسكت، وأنا اللي هكون رئيسة لجنة التحكيم دي. أيوة يا ممدوح، خليك أنت على جنب بدل ما تقول إن الاتنين وحشين زي كل مرة. ليلى وقتها كانت في المطبخ وبدأت تنادي على يوسف، هو راح لها بسرعة: يوسف لو سمحت ممكن يعني تمسك الصينية دي؟ ليه يا أختي؟ وأنت شايفة إيدك مكسورة ولا إيه؟ ولا أنت بقى بتذبحي لي قطة من أولها كده عشان أتعود على كده بعد الجواز؟ جرايه ست ليلى. لا بس أنت واقف بتتفرج وبتدي تعليمات، فأنا قلت بقى خليك تساعدني شوية. لا ما أنت مش فاهمة، أنا بس براقب الجودة. يعني جودة إيه اللي أنت بتتكلم عليها ديت؟ ده أنت العصير اللي عملته امبارح كان طعمه عامل زي المية. أحسن يا أختي الملح اللي أنت حطيتيه في الشوربة. هاتي يا ليلى العصير، خلاص هشيله، خلينا بقى نخلص. وخرجوا بره في الصالة هما الاتنين. إيه يا ولاد، هو ده وقت خناقات؟ روحوا حطوا زينة يلا بدل ما أقوم أعلقكم مكانها. طيب أنا أطلع على السطح كده، هجيب اللمض وهاجي. أنا جاية معاك يا عمي عشان ليلى ويوسف، أنا عارفة هيفقوا لي مرارتي. طب يلا يلا، حد يخلي باله من المدفع، السنة اللي فاتت ضربناه قبل الأذان ب5 دقايق. وضحكوا كلهم، وعدى اليوم بمشاكستهم وضحكهم اللي ما كانش بيخلص. وتاني يوم الستات اتعاونوا وجهزوا الفطار، لكن قبل أذان المغرب ب5 دقايق الست أمينة نزلت السكاكين بتاعة النور فجأة. هو نور قطع ولا إيه؟ هو مين آخر مرة بقى اللي دفع الفاتورة؟ هو انتوا يا جماعة دفعتوها ناقصة ولا إيه؟ ولا فاتورة ولا حاجة، أنا بس حبيت أحسسكم يعني بقيمة النور. يا ماما بقى حرام عليك، أنا قلبي وقف. والست أمينة شغلت تاني النور. يلا يا حبايبي افطروا، أنا بس كنت بهزر معاكم، يلا كل سنة وانتم طيبين. وبعد الفطار، بصراحة كده يا جماعة فكرة ال10 أيام دي حلوة قوي، رغم يعني الزحمة، بس حسيت إن رمضان جه بجد، احنا لازم نعمل كده كل سنة. أيوة، وهو حتى الخناقات يبقى ليها طعم. خصوصا بقى لما تبقى معاك يا ليلى، صح ولا إيه؟ ما تكبرش الموضوع بقى يا يوسف. إيه رمضان؟ أنا بهزر، ما بتهزرش يا رمضان ولا إيه؟ الكل ضحك. أيوة كده اضحكوا، أهو ده اللي أنا كنت عايزاه، إن البيت يفضل مليان ضحك وبس. طيب طالما الضحك فتح بقى، أنا عندي اقتراح. لا يا عم، أي اقتراح منك بيبقى ورا مصيبة، بلاش أنت يا ممدوح، الله يخليك أخويا. لا والله المرة دي أنا بتكلم جد، إيه رأيكم لو نعمل دوري ألعاب بعد التراويح كده، واللي يخسر بقى يغسل مواعين؟ أيوة ما هو ده اللي ناقص، أنتوا بقى تلعبوا وإحنا نغسل، صح؟ لا هو أكيد قصده بقى إن اللي يخسر سواء ست أو راجل يغسل مواعين.
تمام قشطة أوي، وانا جاهز. بس ليلى مفيش غش. غش ايه يا ابو غش بقى؟ انا برضو اللي بغش؟ طب على فكرة بقى، انت اللي دايما بتبدل الورق واحنا مش واخدين بالنا. ها خلاص، انا بقى هبقى حكم. انا مش هلعب خالص عشان ترتاحي انت يا ست ليلى. ها، انا اول مرة في حياتي اشوف واحدة بتقول على زوجها المستقبلي انه غشاش. ايه ده؟ لا بقول لك ايه، انت اخر واحد يبقى حكم، ده انت بيرشوك بالقطايف. طب يلا 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 بينا، سيبكم بقى من الاتنين مجانين دول اللي عمالين يتخانقوا على الفاضي ومليان، وقولوا لنا بقى هنلعب ايه. استغماية في البيت، ايه رايكم في الفكره الجامده دي؟ والبيت واسع اهو وفي اماكن كتير قوي عشان نقدر نستخبى فيها براحتنا. ها، استغمايه؟ استغمايه ايه يا راجل؟ احنا مش في حضانه الله. لا اسكتي انت يا بنت يا سعاد، ايش فاهمك انت بس في الالعاب دي يا بنتي؟ انا عن نفسي موافقه نلعب اللعبه دي، بس اللي هيكسر حاجه هو اللي هيصلحها. ما هو الحق حق برضه. طب يلا يلا عدوا بقى لحد 20 وانا هستخبى. لا استنى، انت كل مره بتستخبى فوق الدولاب، واحنا بصراحه كلنا ما فيش حد فيه حيل خالص عشان يطلع لك. جرايه يا ست ليلى، انت بقى بتراقبيني ولا ايه؟ على طول مكسره كده طموحاتي. طب يا بنت داري عليا شويه حتى. لا ما حدش يداري على حد. ويلا بقى 1 2 3 استخبوا. وجريوا كلهم، كل واحد استخبى في مكان لحد ما فجاه سمعوا صوت خبط، وراح سيف عند عمه ممدوح اللي كان مستخبي ورا التلاجة. عمي يا عمي ايه الصوت ده؟ عمي هو انت اللي استخبيت ورا التلاجة؟ هو في حاجه ولا ايه؟ ما هو يا ابني مفيش مكان فاضي. اعمل ايه بس؟ اسكت بقى ما تفضحنيش احسن كده يلاقوني بسرعه بكلامك ده. اسكت اسكت. اوبا قفشتك، لقيتك يا يوسف. انت بقى بسلامتك كنت مستخبي تحت السفره؟ واضح ان انت غيرت بقى الاستراتيجيه. ما هو فوق الدولاب ما عجبش، فانا قلت بقى اغير فعلا. بقول لك ايه، يلا تعالي ندور على كل وانا اساعدك. وكملوا اللعبه بتاعتهم وهم بيضحكوا. وبعد ما خلصوا لعب، بقول لكم ايه يا جماعه، بما اننا خلاص بقى خلصنا لعب، فاحنا عايزين نعمل حاجه مفيده. ايوه، بكره كل واحد فيكم هياخد طبق ويحطه قدام باب جار من غير ما يعرف مين حطه. يعني كده بقى تبقى صدقه سريه. ايوه امال ايه، اصل رمضان مش ضحك وبس ولا تجمعات عائليه بينا وبين بعض. لا يا حبيبي، لازم نحس بغيرنا برضو. طب على فكره الفكره دي حلوه قوي، انا عن نفسي موافق. ايوه بس اوعى حد يصور ولا ينزل بقى ستوري يا نوع. ها سامعاني يا اللي موريه الناس كلها اصرنا على الفضائيات؟ ماشي يا عمي خلاص، انا هخليه كده صدقه سريه ومش هتكلم في اي حاجه خالص. هنزل بقى ستوريات عاديه جدا من بتوعي انا. طب انا ويوسف بقى هنوزع في الشارع اللي ورا. يا اختي، اصل انا يعني شاطرين قوي في التوزيع. شاطرين في ايه بس؟ ده انتوا هتتخانقوا وانتوا شايلين الطبق. يا ولاد اسكتوا بقى وبطلوا خناقات ويلا ابداوا في التنفيذ على طول. وبالفعل تاني يوم عملوا اللي هم قالوا عليه، وبعد ما رجعوا كانوا كلهم مبسوطين وفرحانين جدا وحاسين براحه. انا شفت واحده فتحت الباب ولما لقيت الطبق قدامها قعدت تدعي بصوت عالي قوي وتقول ربنا يكبر بخاطر اللي عمل كده. شفتوا بقى؟ هو ده رمضان ولا بلاش. امشوا ورا كلام ستكم امينه وانتوا هتكسبوا على طول. طب انا عندي فكره حلوه قوي، ايه رايكم بقى لو نعمل يوم كده من غير موبايلات في البيت من المغرب لحد السحور؟ هو انت بتتكلم جد؟ لا طبعا، الموضوع ده صعب قوي. يوسف انت اكيد بتهزر صح؟ ما تشوفي جوزك المستقبلي بيقول ايه ست فريده. لا والله بتكلم بجد. ايه رايكم لو نقعد كلنا مع بعض ونتكلم جد شويه؟ يا سلام. طب ونتفليكس بقى؟ واخبار بقى المسلسلات؟ ده انا متابعه مسلسل موناليزا وهموت واعرف هي هتعمل ايه بعد الصدمه بقى اللي خدتها في اول حلقه دي. انا بقى موافقه، سيبكم بقى من الكوره ونتفليكس والمسلسلات وموناليزا، وخلينا نتفق بقى ان اللي هيمسك موبايله يدفع 10 جنيه في حصاله رمضان. قلتوا ايه؟ قشطه قوي، وانا هكون بقى المراقب عليكم وهشوف مين اللي التزم ومين اللي ملتزمش وافتن عليه. وبالفعل بدأوا تنفيذ الخطه، وكل واحد طلع قاعد في شقته ومارسوا حياتهم بشكل عادي جدا. لكن فريده هي اللي كانت بتلف عليهم وكانت لسه داخله اوضه مامتها. بابا يا بابا الحق، ماما مسكت الموبايل. يخرب بنتي، حاجه فضيحه. في ايه يا فريده؟ يا بنت ده انا امك، حتى استوري عليا يا بنتي. الله يا بنت استوري عليا يسترك ربنا. انا بس يعني كنت بشوف الساعه كام. يلا يا نهى حطي 10 جنيه مفيش وقت. وعلى فكره يا ممدوح انت كمان كنت بتبص على اشعار، انا لسه شايفاك لما خبيت التليفون لما لقيت البت داخله عليك. ها يلا يا اخويا، ما انا مش هدفع لوحدي. شاطره بنت فريده، شكل الحصاله كده هتملي بسرعه. لا بقول لكم ايه، الفلوس دي اخر رمضان كده هنجيب بيها هدوم العيال المحتاجه. كده اللعبه حلوت وبقى ليها معنى بجد وحقيقي. حلو قوي ان احنا نضحك ونلعب ونفيد غيرنا في نفس الوقت. بصراحه انا اول مره احس ان البيت دوت عايش كده بروح حلوه. كانت فكره حلوه قوي يا ست امينه ان انتي تجمعينا كلنا في رمضان. طبعا طول ما امي عايشه وسطنا البيت ده يفضل عايش. احنا كده بقى يا ستي امينه مش بس هنكمل مع بعض ال10 ايام، لا ده احنا لازم نفطر مع بعض الشهر كله. ايوه وهو كل يوم بقى نطلع بفكره جديده ويبقى رمضان مختلف علينا ونعمل فيه اعمال خير فعلا. وفضلوا سهرانين مع بعض، لكن فجاه الساعه بقت 12 بالليل وسمعوا صوت زعيق في الشارع.
فريدة طلعت تبص تشوف في ايه ودخلت بسرعة وهي بتجري من البلكونة. يا جماعة الحقوا الحقوا بسرعة، ده عم سيد بتاع الكشك واقف بيزعق وبيقول ان الكنافة بتاعته اختفت. اختفت ازاي يعني؟ هي طارت ولا ايه؟ لا يا عم ممدوح بطل هزار بقى، هطير ازاي يعني؟ هو احنا فيلم رعب ولا حاجة؟ طب بقول لكم ايه، يلا بينا كلنا ننزل نشوف في ايه بدل ما نقعد نتفرج كده. ولما نزلوا الشارع وسألوا عم سيد على اللي حصل، والله يا جماعة كنافة كانت هنا، دول كانوا 10 ثواني كنافة بالقشطة، وانا حلفت ما اروح البيت غير لما باهم، ورحت الحمام بس وجيت. يرضيكم بقى لما ارجع الاقي ترابيزة فاضية؟ يرضي مين ده بس يا ناس؟ يعني ايه فاضية؟ ازاي بس حد يسرقهم؟ هو في حد بيسرق كنافة وفي رمضان كمان؟ ايوه وكمان في رمضان، ده يبقى جعان قوي بقى على كده. استنوا كده، ايه ده؟ بصوا كده، في اثر شربات على الارض من الناحية دي يا جماعة، بصوا كده معايا كلكم. فعلا في اثر شربات ماشي لحد اول الشارع. يعني الكنافة كده كانت بتهرب لوحدها ولا ايه؟ يا بنتي اسكتي، مش وقت ضحك ولا هزار، ويلا بينا كلنا هنمشي ورا الاثار لحد ما نلاقي بقى اللي عمل كده. الله، هو احنا بقينا مباحث ولا ايه؟ على العموم يلا، اهو اي حاجه تكسر ملل. وفضلوا ماشيين كلهم شويه على اثار الشربات اللي كان واقع على الارض. استنوا، ده في صوت ضحك عالي قوي جاي من الجنينه بتاعت المدرسه. يا نهار ابيض، اكيد دي عصابه الكنافه. يا جماعه كل واحد يخلي باله من الكنافه بتاعته، الله يخليكم احنا والله ما ناقصين. ودخلوا الجنينه. ايه ده دول عيال صغيره قاعدين حوالين الصواني. احنا ما سرقناش حاجه والله، احنا بس لقيناهم مرميين جنب السور. نعم يا اخويا، مرميين ازاي يعني؟ اصل كان في عربيه معديه خبطت الترابيزه وقعتهم وجريت. طب بدل ما تنادوا حد يشيل كنافه قعدتوا بقى تاكلوا فيها؟ اصلنا يعني بصراحه من امبارح ما كناش حلويات، معلش بقى يا عمو، احنا كان نفسنا في الكنافه، ولما لقينا الصواني وقعت على الارض والشربات وقع منها قلنا اكيد مش هتعرف تبيعها، فخلاص ناكلها بقى احنا. الكل سكت شويه وكانوا مذهولين من اللي حصل لحد ما ستي امينه اتكلمت بهدوء. يا حبايبي كله، يا حبايبي كله، الهنا والشفا على قلبكم. ايوه بس دي بضاعه بتاعتي يعني. وهو ربنا رزقهم بيها وانا هشتري منك غيرها دلوقتي حالا. نشتري ازاي؟ دي الساعه 12 بالليل وانا مش معايا بضاعه جديده عشان اديها لك يعني ست امينه. طيب نلم فلوس من بعض، يلا يا جماعه اللي معاه فلوس يدفع، احنا مش هناخد بضاعه جديده، احنا هندفع لك بس ثمن الحاجات اللي هم اكلوها دي. وبدأوا كلهم بالفعل يلموا من بعض الفلوس، وعم سيد ما كانش مصدق اللي هو شايفه. والله يعني ما كنت متوقع كده خالص ست امينه. طب بقول لك ايه، اعتبريهم هديه مني للعيال. لا يا عم سيد، الخير لما يتعمل يترد احسن. احنا يا ولاد خلاص دفعنا فلوس، بس المره الجايه لو لقيتوا حاجه مش بتاعتكم تنادوا حد كبير، وبلاش تعملوا كده مره تانية، احنا بس سيبنا لكم الحاجه عشان كان نفسكم فيها. تمام؟ احنا اسفين جدا يا عمو، حاضر بعد كده هنستأذن، بجد احنا اسفين. ورجعوا كلهم على البيت. جماعه هو احنا نزلنا نحل لوز ولا نعمل بقى عمل خير؟ الاتنين طلعوا مع بعض يا ظريف. شايف رمضان بيطلع احلى حاجه فيه الناس ازاي؟ واحلى حاجه في الدنيا انت يا فريده. يوسف على فكره انا سمعتكم، ها؟ ما براحتي عادي خطيبتي، واحب فيها قدام اطخن تخين كمان. كلهم ضحكوا وفريده بصت في الارض بخجل. شفتوا الضحك حلو ازاي؟ بس الاحلى والاحلى كمان ان احنا نرجع كل يوم بحاجه جديده نتعلمها. يعني بكره كده بقى في مغامره جديده ولا ايه؟ ايوه اكيد، بس من غير بقى سرقه الكنافه. وعدت معظم ايام رمضان، وفي العشرة الاواخر في يوم قبل الفطار كان الجو هادي قوي في البيت. هو في ايه؟ البيت ساكت كده ليه يا جماعه؟ فين الدوشه بتاع كل يوم؟ والله ما انا عارفه يا سعاد، ده حتى ممدوح مش سامع صوته خالص، ودي في حد ذاتها بقى لما خطر. وفجاه الباب خبط خبطتين، الخبطتين كانوا خفاف. ايه ده؟ مين بيخبط بالطريقه ديت؟ انا هفتح انا. ولما فتحت الباب لقيت صندوق كبير كان ملفوف بورق ابيض ومكتوب عليه من قلب البيت لست امينه. يا جماعه تعالوا شوفوا اللي انا شايفاه قصاد عيني، يلا بسرعه. واتجمعوا كلهم حوالين الصندوق. ايه ده؟ مين اللي جايب الصندوق الكبير قوي ده؟ اقسم بالله ما انا اللي جايبه. افتحي يا ستي افتحي. ولما فتحت الصندوق لقيت ألبوم صور قديم كان مترتب ومتظبط، وفي صور للبيت زمان وصور جواز حسين وصور العيال وهم صغيرين وصورة كبيرة متبروزة ليها هي وجوزها الله يرحمه. وقتها ست أمينة سكتت وعيونها لمعت بالدموع. يوسف هو اللي جمع الصور دي كلها، بقاله أسبوع بيلف علينا كلنا بياخد مننا نسخ. انت جمعتي البيت ده سنين واحنا حبينا نجمع لك بقى ذكريات. انا كنت فاكره يعني ان انا بجمعكم عشان تفرحوا، طلعتوا انتوا اللي بتفرحوني. يلا يا عم طفي النور. وسيف طفى النور فجأة وفضل مطفيه كام دقيقة، ولما النور رجع تاني كان البيت كله متزين ومحطوط شموع. ايه ده بقى؟ هو اللي بيحصل لنا دلوقتي ده؟ يوسف وقف قدام الكل وهو باين عليه التوتر لأول مرة. انا بصراحة يعني كنت مستني اللحظة دي من أول رمضان، وانا اتعلمت حاجة هنا، وهي ان البيت مش حيطانه بس، لا ده البيت ناس ونس،
واللي عايز يبني بيت بجد لازم يختار صح، وعشان كده يا فريدة أنا اخترتك انتي. أنا نفسي نبني بيت سوا يكون شبهنا، مليان هزار وضحك ومودة ورحمة، وكل يوم جديد نتعلم منه ونفيد غيرنا كمان، وكل يوم لازم نعمل خير. تتجوزيني يا فريدة؟ فريدة بصت حواليها وهي مصدومة ومكسوفة جدا. جماعة هو اللي بيحصل ده دلوقتي بجد ولا ايه؟ لا يا اختي، فيلم اكشن. ما تردي بقى وتقولي موافقة اتجوزك، وبعدين ما انتوا اصلا مخطوبين، جاي اهبل تعرض عليها جواز وانتوا مخطوبين؟ ده ايه الهبل ده؟ فريدة ضحكت وفي نفس الوقت دموعها في عينيها. يا يوسف طبعا موافقة ان انا اتجوزك. وقتها الكل فضل يسقف والستات زغرته. وسيف طلع طبلة وهو كان مخبيها، بدأ يطبل عليها. اهو ده بقى القرار اللي بجد، مش قراراتي اللي بتخوفكم. ربنا يا حبايبي كده يجعل بيتكم دايما مليان نور، حتى لو نور قطع. اضحكوا كده وفرفشوا يا اولاد. وانتي مساحة دماغك يا فريدة، انتي لو لفتي الدنيا كلها مش هتلاقي حد يحبك زي يوسف. طب ايه بقى الفرح امتى؟ بعد العيد على طول. حلو قوي، يبقى ناكل كنافة تاني، بس المرة دي بقى يكون بإذن رسمي. وقتها المغرب أذن وست أمينة بدأت تبص حواليها. اللهم كما جمعتنا في رمضان اجمعنا دايما على الخير. ولحد هنا خلصت القصة خالص. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم إشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.